هندسه في ناس بتقول لك كده، هو انت مهندس ولا بلوجر ولا ايه؟ لا اقعد عشان السؤال ده بقى اتسال لي كتير قوي. انا مهندس، بس انا بهزر وبضحك وبغضب وبحزن وبعمل كل ده عادي يا جماعه، مفيش مشكله، وباكل وبشرب برضه عادي. مش عشان بقول لك معلومه تكنيكال لازم أنا اكون مكشر وانا بقولها لك. هحكي لك قصه حصلت معايا وانا في الكليه من 10 سنين. كان عندي دكتورين، دكتور شاطر جدا 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 وكان بيدي المعلومه وهو مكشر، كان اكتر دكتور ما بنفهمش منه والمعلومه ما بتوصلش اصلا. على النقيض بقى كان عندنا دكتور مرح جدا وبيدي المعلومه بطريقه جميله جدا، اكتر دكتور بنفهم منه. مش عشان هو ده شاطر وده شاطر او ده مش شاطر، لا عشان الطريقه والالقاء نفسها كانت بتفرق معانا جدا. يعني لازم يعني الفيديوهات يا باشمهندس كلها تبقى هزار يعني برضه مش كده؟ لا طبعا مش كلها هزار، انا عندي فيديوهات طبعا فيها سابقه اعمالي وفيديوهات فيها شرح وفيديوهات فيها هزار، بس في ساعات في معلومه بقى مستحرم قوي ان هي ما توصلش للناس، فبحاول ان انا ابذل مجهود ووقت واحطها في اطار كوميدي عشان توصل للناس اسرع واحسن. يعني انت يا باشمهندس بتجيب وقت ان انت تصوروا الفيديوهات دي كلها يعني؟ لا اكيد الفيلا ما بتشطبش بالافيهات والمونتاج والتصوير، لا احنا في دقيقتين بس من اليوم كله بنصور فيهم الفيديو، وبقيه اليوم معانا التيم، المكتب الفني بيكون موجود، الديزاينر بيكون موجود، مدير المشاريع بيكون موجود، مهندس الجوده موجود، مهندس الموقع موجود، كل ده بيبقى موجود. ده غير قسم الماركتنج بقى اللي جاي يعمل الفيديو ده. طيب تمام هندسه. لا تعالى عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، مش مهم تشطب مع مين، مهم تشطب مع مهندسين.